هو الله. اليهودي ماذا يرى المسيح؟ يراه والعياذ بالله سيدنا المسيح سيدنا وتاج رؤوسنا جميعا، يراه ابن زنا. كيف للمسيح أن يستسيغ عقيدة ترى ربه ابن زنا؟ فالعقيدة طبيعتها أنها اختلاف في الاعتقاد. فلما أجي النهاردة أقول كيف ترى يا مسلم أن المسيح اعتقاد آخر، كأنني أقول له كيف ترى أن الشرق غير الغرب أو الشمال غير الجنوب، أو شيء طبيعي هذا الاختلاف. ولذلك ثقافتنا كلما ارتقت كلما أدركنا أنه بالعكس، أنا أعرف أن عقيدتك غير عقيدتي لكني أدافع عن حقك فيها وأنت كذلك. هذا هو الطبيعي جدا. إنما أن نرى أنه لا واحد، لا مش واحد إلا إذا طلبت من المسيح أن يرى مريم عليها السلام برؤية اليهود وهم يرونها قاتلهم الله يرونها زانية. ولذلك أنا ما زعلش إن المسيح يرى أن المسلم لا يدخل الجنة إلا إذا اعترف بالمسيح ليخلصه. دي عقيدته، شيء طبيعي. إحنا بس العالم الثالث عندنا هنا، ده العالم الثالث، التخلف الثقافي. نعم. اللي هو أنه يرى أنه اختلاف العقائد. هذه نظرتك للمسيحي ونظرتك لليهودي ونظرتك للمسلم. اليوم يتحدثون عن ظاهرة الحاد تتكاثر بشكل كبير في مصر. ما رأيك بهذه الظاهرة وما الذي يدفع هؤلاء الشباب إلى الإلحاد؟ والله أنا لا أعرف أنها تتكاثر، يعني هو تعرف، يعني لا أعرف هذا، يعني هذا خبر بالنسبة دكتور فاضل سليمان على ما أظن قال هذا الكلام. خلاص نراجع إحصائياته. نعم. لكن يعني أنا لا أعرف. والأسوأ من ذلك قال أن التيارات الإسلامية أو بعض الشخصيات المتطرفة الإسلامية في مصر هي من تشجع أو تدفع هؤلاء الشباب عن التخلي عن إسلامهم والاتجاه إلى الإلحاد بسبب أفعالهم. بس لما نشوف الأول، لما نشوف الظاهرة موجودة ولا لا. ما أنا ما أعرفش إنها موجودة، ده أنا أول مرة بسمع الكلام العجيب ده. لكن أنا عايز أقول لحضرتك إنه عيب الجماعة المثقفين والإعلاميين والقراء والكتاب إنه ينظر في بيئته الصغيرة، يبص مثلا شاف 5 6 في نادي الصيد، 3 4 في سبورتنج، مش عارف مين فين، فيرى انه هذا هو المجتمع. انما المجتمع المصري ليس كذلك الحقيقة. المجتمع المصري يقدم حيوات افراد